بصوا بقى الحلاوه والجمال ده. قلت لازم اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اول شعبان. يا رب يبلغنا رمضان لا فوجتين ولا مفقودين. كل سنه وانتم طيبين ويا رب شهر خير علينا. حبيت اعمل لكم اهو كيكه البرتقال. بصوا حلاوتها. بصوا قد ايه جميله وطريه وتتعمل كل يوم ومكونات سهله وعلى قد الايد. لو عايزه تعرفي الطريقه كملي معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض كيكة جميلة جدا وحلوة قوي في الشتاء اللي احنا فيه ده، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت بإذن الله. كيكة البرتقال هنحتاج لها كوباية الا ربع او كوباية زي ما انت عايزة. كوباية سكر، انا هنا مستخدمة سكر مطحون. كوب الا ربع زيت. كوب عصير برتقال، 3 بيضات بش برتقال، 2 كوبايتين دقيق عليهم طبعا كيك شيف، وذره ملح انا حطاها على الدقيق، ونخله الدقيق كويس قوي. احنا كله هنعمله في الخلاط وفي 5 دقايق هتعملي احلى كيكه لولادك. المعياريه اللي انت بتعايري بيها الحاجه نفس المعايير. يعني ايه؟ انا عندي هي كوبايه في نفسها هي اللي بعاير بيها كل حاجه. اللي بعاير بيها الدقيق هي اللي بعاير بيها السكر، هي اللي بعاير بيها الزيت. كل نجيب خلاطنا ونشوف هنعمل ايه. في الخلاط انا بحط الاول السكر اهو. خلطنا هحط الاول السكر واحط البيض. ماشي، يتضرب كويس قوي مع بعض. مش هنحط الزيت دلوقتي خالص. ومقاديرنا معلقه خل. ضربت البيض مع السكر كويس قوي، هنزل عليه وهو شغال بزيت. بصوا كده خلاص كده هنزل عليه، هفتحه برده وهنزل عليه بعصير البرتقال. اخر حاجه خالص هنزل عليها معلقه الخل، وهسيبه يتضرب 5 دقايق مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اهو الدقيق بتاعنا عليه كيك شيف او البيكنج باودر بتاعك. هقلبه كويس. طبعا انا نخله الدقيق كويس جدا. هنزل عليه بقش البرتقانه، وهنزل عليه اللي احنا عملناه في الخلاط. شوفوا ما خدش مننا دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونه وجماله. اهو الكيكه دي هنحطها في الرف الوسط على درجه 180 مثلا. اهو نحط بقيه السائل. بصوا جميله. بصوا قوامه مش خفيف اهو كده. كده اهو. بصوا نتاكد ان ما فيهوش دقيق خالص اهو. بصوا القوام. طبعا في الوقت ده اكون انا فاتحه البوتاجاز الفرن. عايزه تعملي في صينيه بيبقى جميل. عايزه تعملي في قالب الانجليش كيك زي ما انا هعمل كده في قالب التوست او الانجليش كيك بيبقى تحفه اهو كده حلو قوي. هنجيب القالب مع بعض. طبعا زي ما انا قلت انا مسخنه الفرن. اول ما بدات اعمل في الكيكه مسخنه الفرن على درجه وسط او 180 اهو في الرف اللي في الوسط. بصوا قوامه كل ما اقلب واسيبه بيتقل اهي. دي قوام الشريطي ده وده اللي احنا عايزينه. بصوا اهي يبقى احنا نازل شريط قوي كده. رجعت لكم اهو بعد ما كيكتنا خرجت من الفرن. بصوا جمالها وحلاوتها. بصوا مع طبعا كوبايه عصير برتقال. بصوا بقى. بصوا حلاوتها طراوتها. بصوا قشر البرتقال باين فيها وريحتها ما اقولكوش. بصوا سواها من فوق ومن تحت. طبعا شفناها كلنا واحنا بنعملها. مكونات سهله وعلى قد الايد وطريقه ما فيش ابسط منها ولا اسهل منها. بتاخد من الفرن من نص ساعه لساعه الا ربع. بصوا بقى
بصوا حلاوتها وجمالها، بصوا مرتفع قد ايه، بصوا. وفي الصينيه برضو هتبقى مرتفعه وتبقى زي الفل. قومي جربيها لعيالك وايه، ودفي بيها بيتك في عز الساعه اللي احنا فيها دي دلوقتي. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم بخير الفيديو الجاي.